مع تطور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IoT الأمور هتبقى معقدة للغاية. هتلاقي بيتك الذكي وعربيتك المتصلة بالإنترنت والمساعد الشخصي بتاعك زي أليكسا وما إلى ذلك كلهم معرضين للاختراق. الاختراق الإلكتروني هو محاولة دخول غير قانونية لأنظمة أو شبكات بهدف السرقة أو التدمير أو التجسس. بسنة 1988 ظهر أول فيروس فعلي وكان اسمه موريس وورم. الفيروس ده اتسبب انه وقف 10% من الانترنت، وده ما كانش بسيط لان تقريبا كان فيه 60,000 جهاز كمبيوتر متوصلين بالانترنت وقتها في سنة 2017. فكان الحدث الاشهر لأحد اخطر الهجمات الالكترونية في التاريخ مع فيروس وانا كراي. ده بقى كان كارثة وعلى مستوى دولي. فيروس وانا كراي هو نوع من انواع برمجيات الفدية رانسوموير. لما يسيب وانا كراي اي جهاز بيقوم بتشفير جميع الملفات الموجودة عليه، وتظهر رسالة تطلب دفع فدية ما بين 300 ل 600 دولار مدفوعة بعملة البيتكوين مقابل فك تشفير الملفات. الرسالة كان فيها تحذير بانه اذا لم يتم الدفع خلال 3 ايام هتتضاعف الفدية، واذا لم يتم الدفع خلال 7 أيام سيتم حذف الملفات بالكامل. انتشر وانا كراي باستخدام ثغرة أمنية عرفت باسم Eternal Blue، وهي نقطة ضعف في بروتوكول مشاركة الملفات SMB اللي معروف في أنظمة تشغيل ويندوز بتاعت شركة مايكروسوفت الأمريكية. الثغرة تم تسريبها بواسطة مجموعة تسمى شادو بروكرز. المثير هنا إنه كان في تقارير قالت إن المجموعة دي كانت جزء من برنامج تجسس ضخم طورته وكالة الأمن القومي الأمريكية. وانا كراي ضرب أكتر من 200,000 جهاز كمبيوتر في أكتر من 150 دولة، وكان من أبرز المتضررين الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS. تعطلت أنظمة المستشفيات في بريطانيا العظمى وتم إلغاء العمليات الجراحية والمواعيد الطبية. أما مصانع السيارات فمصانع شركة رينو الفرنسية فتوقفت تماما عن الإنتاج. الهاكرز يا عزيزي مش زي بعض، في عندك مستويات وأنواع. أول حاجة السكريبت كيديز، دول الهاكر المبتدئين بيستخدموا أدوات جاهزة ومكتوبة سموها البري ريتن سكريبتس، يعني مش بيطوروا الأدوات دي بنفسهم. تاني نوع البلاك هات هاكرز، دول الجماعة اللي بنخاف منهم، دول اللي بيسرقوا ويدمروا ويبتزوا الناس. أما تالت نوع فهم حبايبنا الوايت هات هاكرز، ودول الشباب اللي بيشتغلوا لحساب الشركات عشان يلاقوا الثغرات قبل ما البلاك هات يلاقوها، يعني دول هم الهاكرز الطيبين. رابع نوع الهاكتيفيستس، دول هاكرز عندهم أجندة سياسية أو اجتماعية زي جماعة أنونيموس اللي اخترقوا مواقع حكومية احتجاجا على قضايا سياسية. محاولات محاربة الهاكرز مش بس بمجرد رد فعل، دي بقت حرب مستمرة بتشارك فيها أكبر العقول في مجال الأمن السيبراني. أول رد فعل لحماية العالم الرقمي كان بإنشاء تشريعات جديدة. الحكومات بدأت تفهم إن الأمر مش مجرد تهديد فردي، ده تهديد للأمن القومي. من أولى القوانين اللي اتكتبت كانت سنة 1986. القانون كان اسمه Computer Fraud and Abuse Act، وهو لحد دلوقتي الأساس اللي بيتبني عليه معظم التشريعات المتعلقة بجرائم الكمبيوتر في أمريكا. في 2018 لما أوروبا أصدرت قانون GDPR أو General Data Protection Regulation. القانون ده بيحمي المستخدمين ضد سرقة بياناتهم، كمان بيعاقب الشركات اللي بتفشل في حماية بيانات عملائها، والغرامات ممكن توصل ل 4% من إجمالي أرباح الشركة السنوية. بس خلينا نكون صراحة، هاكرز من نوعية البلاك هاتس مش بيشتغلوا في نفس البلد اللي بيخترقوا أنظمته. دايما الهجمات دي جاية من دول مختلفة ومعظمها للأسف مدعوم من جهات خفية، وهنا بيجي الدور على التعاون الدولي. في 2001 في اتفاقية بودابست، أول معاهدة دولية بتحاول تضع أساس قانوني لمحاربة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم. الاتفاقية دي بتسهل التعاون بين الدول لتسليم مجرمي الإنترنت وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود
الحدود الأمنية. مع تصاعد وتيرة الهجمات، الشركات الكبرى زي مايكروسوفت وجوجل بقت مضطرة تضخ مليارات الدولارات في البحث والتطوير عشان تضمن أمان أنظمتها، وده كان السبب في تطوير أدوات الحماية الإلكترونية اللي بنستخدمها النهاردة، زي جدران الحماية firewalls، وأنظمة الكشف عن الاختراقات IDS، والتشفير encryption، وده من أهم الأدوات تستخدمها لحماية البيانات. الذكاء الاصطناعي بقى واحد من أهم الأسلحة في الحرب ضد الهاكرز. IBM وسيسكو بقى عندهم خوارزميات متطورة بتقدر تحلل البيانات الضخمة أو ما يعرف بالبيج داتا، وتتعرف على أي نشاط غير طبيعي في الأنظمة قبل ما يحصل الهجوم نفسه. تقنية مهمة جدا نتكلم عليها هي تقنية البلوك تشين. برغم إن الناس بيفتكروا إن البلوك تشين مرتبط بالعملات الرقمية زي البيتكوين وخلافه، لكن الحقيقة إن التكنولوجيا دي بقت جزء أساسي من أنظمة الحماية السيبرانية. بسبب طبيعة البلوك تشين اللامركزية والمشفرة، بقت واحدة من أهم الطرق الفعالة لتأمين البيانات وضمان عدم التلاعب فيها. وكمان عندنا ظاهرة جديدة بقت منتشرة في العالم دلوقتي اسمها الباج باونتي بروجرامز، ودي عبارة عن برامج بتقدم مكافآت مالية لأي هاكر أخلاقي بيقدر يلاقي ثغرة في أنظمة الشركة قبل ما الهاكرز الأشرار يوصلوا ليها. لو انت مستخدم عادي، ازاي تحمي نفسك من خطر الاختراق الالكتروني؟ اول حاجة، استخدم باسورد مختلف لكل حساب. بلاش تريح دماغك وتستخدم نفس الباسورد في كل المواقع. لو هاكر قدر يخترق حساب الفيسبوك بتاعك، ممكن بكل سهولة يوصل لحسابك البنكي. تاني حاجة، استخدم التو فاكتور اوثنتيكيشن، التحقق بخطوتين زي تأمين البيت بقفلين بدل ما بتحط عليه قفل واحد. هاكرز كتير بيقفوا عند الخطوة دي لأنها بتصعب عليهم المهمة. ثالث حاجة، روابط مشبوهة ما تقربش منها. أي رسالة أو إيميل بيقول لك أنت كسبت $1,000,000 أو اضغط هنا لتأكيد حسابك، ما تفكرش مرتين، ما تضغطش. الروابط دي غالبا بتكون فخ هاكرز عشان يسرقوا بياناتك. رابع حاجة، حدث برامجك اللي بتستخدمها دايما، لأن الشركات بتعمل تحديثات أمنية تسد ثغرات ممكن تكون بوابة دخول للهاكرز. يعني التحديثات دي بتقفل الأبواب اللي ممكن هاكرز يلاقوا منها طريق لحياتك. خامس حاجة، استخدم الVPN. لو بتدخل على الواي فاي المجاني في كافيهات عامة أو أي أماكن عامة، خلي بالك الشبكات دي عرضة للاختراق بسهولة تامة. الحل، تستخدم VPN عشان تحمي بياناتك وتخليها مشفرة. وفي النهاية، المعركة بينك وبين الهاكرز مش مجرد خيال علمي ولا فيلم أكشن. الهاكرز مش نايمين، ودايما بيلاقوا طرق جديدة عشان يوصلوا لبياناتك ولفلوسك ولحياتك الشخصية. لكن انت تقدر تكون دايما سابق بخطوة، وكل ما كنت واعي ومأمن حياتك الرقمية، كل ما كنت أقوى من أي هاكر.